بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده وتوابع فوز النادي الاهلي على حرس الحدود بخماسيه نظيفه. هنتكلم عن توابع فوز النادي الاهلي، وهنتكلم عن اللي اتغير في النادي الاهلي عكس عهد مارسيل كولر. هنتكلم عن شخصيه عماد النحاس، هنتكلم وهقول لك مفاجاه بخصوص عماد النحاس. هنتكلم عن الموضوع ده، ولكن الزمالك والبنك الاهلي بيلعبوا دلوقتي، مش عارف المباراه خلصت ولا لا، انا بصور وهم بيلعبوا. طبعا لو الزمالك فاز انا بتمنى ان الزمالك يفوز، يعني انا بتمنى ان الزمالك يفوز. ليه الزمالك يفوز؟ الزمالك لو وقع النهارده كمان هتلاقي الزمالك اصلا في مباراه بيراميدز مش فارقاله المباراه، لكن لما يكسب ويقرب شويه كده كده مش هيقرب من الاهلي، لكن لما يقرب شويه هتلاقي الزمالك بيلعب بجديه، ووارد ممكن يسيبوا المباراه، وده اللي انا متوقعه. ولكن بتمنى الزمالك يفوز النهارده عشان بحيث ان هو يلعب قدام بيراميدز بجديه، عشان خاطر يلعب على الاقل كونفدراليه، يعني على الاقل يلعب كونفدراليه. هنرجع لحلقتنا وهنرجع لتوابع فوز النادي الاهلي على حرس الحدود بخماسيه نظيفه، وعوده شخصيه النادي الاهلي وروح لاعبي النادي الاهلي، واللي احنا عايزينه اصلا، يعني اللي احنا بندور عليه. لان احنا دايما بنقول، ودايما انا بطالب ودايما بقول، النادي الاهلي دايما يكون فعل، ما يبقاش رد فعل للاخرين. ما اقفش في نص ملعبي واكون قلقان من اللي قدامي، اضغطهم على طول من نص ملعبهم. انا دايما عايز الكرة معايا، انا دايما عايز اشكل هجوم، انا دايما عايز اجيب اجوان، انا دايما عايز انوع في الهجوم، انا دايما عايز اصوب. فكابتن عماد النحاس موضوع ايه؟ وايه اللي غيره في الاهلي؟ ايه اللي غيره في الاهلي؟ اقول لك مفاجأة، طبعا غير المفاجأة اللي هقولها لك في الاخر. مفاجأة ان كابتن عماد النحاس اصلا ما غيرش حاجة، غير ان هو قال للعيبة ان انتوا بتلعبوا في الاهلي، وان النادي الاهلي شخصيته 1 2 3، فما ينفعش اكون رد فعل للاخرين. بمعنى ان انا نازل المباراة هكسب، جبت جون التاني جبت التالت اجيب الرابع. لكن هتقول لي اصل حرس الحدود ضعيف. لا، مفيش حاجه اسمها ضعيف، في حاجه اسمها حرس الحدود بيأدي كوره كويسه، زائد ان انا اصلا كنت مع الاقل من حرس الحدود كنت بكون وحش مش قد كده. ولكن كابتن عماد النحاس واللي اضافه في النادي الاهلي انه وصل للعيبه انتوا ايه؟ انتوا بتلعبوا في الاهلي، عيب لما تكونوا كده، عيب لما تكونوا رد فعل للاخرين. زائد الحاجة التكتيكية اللي كابتن عماد النحاس عملها، اللي هي ايه؟ ربط ما بين خط الدفاع، خط نص الملعب، خط الهجوم. بمعنى كنت دايما بشوف مروان عطية بيعزل نفسه عن نص الملعب وعن الهجوم، ودايما مركز ان هو يستلم الكورة من الاثنين مساكين او الباك او الباك ليفت، ويلعب دايما بالعرض. كنت دايما بركز ان امام عاشور دايما بيطرفوا، كنت دايما بركز ان الاثنين الهافات بيطالب بيهم ان هم ينزلوا يدافعوا. ولكن مش كل كوره اقول لهم ايه، لا طب انا هلعب على 4-2-4 وعايز الاثنين الهافات ينزلوا يدافعوا ك4-4-2 وبعد كده يكملوا في الهجوم فتعبهم. لا، وكنت دايما بطالب بقول لك ايه، كنت دايما بقول لك انا محتاج لاعب بصير في نص الملعب، الكوره توصل للاثنين الهافات تحت رجليهم، بحيث ان راس مالهم في الثلث الاخير مهارتهم. فازاي هعمل الفارق واصنع الفارق ما بين الباك رايت ده والباك ليفت ده وهو تعبان؟ يبقى الباك رايت الخصم بتاعي والباك ليفت الخصم بتاعي واقف مستنيني وانا جاي له تعبان. عكس ان انا لما اللاعب رقم 10 عندي، صانع الالعاب عندي، يحط الكوره تحت بن شرقي، تحت رجل طاهر محمد طاهر، تحت رجل حسين الشحات، تحت رجل ايا كان امام عاشور، واللاعيبه دي تروح في الثلث الاخير النفس جاهز، اللياقه جاهزه، ما تعبوش والكلام ده كله، الكوره رايحه في الثلث الاخير 1 لواحد، هيعملوا كل حاجه بالكوره، هيعملوا اللي هم عايزينه بالكوره. فكابتن عماد النحاس رجع كل ده، رجع كمان شخصيه النادي الاهلي في طريقه الهجوم، سواء من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، سواء من الهاف اليمين او هاف الشمال او الاثنين الباكات او العمق. قافلين العمق هلعب من على الطرف، قافلين الطرف هلعب من العمق. فدي شخصيه عماد النحاس، فقرب الخطوط لبعضها وقرب اللعيبه لبعضها، وقدر يخلق ويصنع الفارق في التنوع الهجومي. بقى الخصم مش عارف هيقابلنا من هنا ولا من هنا ولا من العمق. فدي ميزه
عندي كابتن عماد النحاس، زائد ان محمد هاني واحمد نبيل كوكا امبارح في مباراه حرس الحدود مش هقول لك اكتر من هم رفعوا عرضيات اكتر من الموسم اللي فات اللي هم عملوه مع مارسيل كولر. يعني محمد هاني رفع امبارح 6 كروسات 6 عرضيات. احمد نبيل كوكا امبارح لوحده رفع حوالي 7 بالظبط، حوالي 7. تمام. فاحمد نبيل كوكا رفع 7، علي معلول لما نزل رفع 5. تخيل التنوع اللي هو عمله. مش هقول لك اكتر من ان كابتن عماد النحاس يا دوب اضاف لمسات واضاف روح الفالنة الحمراء وشخصيه النادي الاهلي اللي هو كان بيلعب بيها دايما في افريقيا وفي كل مكان. فعود اللعيبه ان احنا ما نكونش رد فعل، لا ان احنا نكون فعل، ان احنا ما نكونش رد فعل، ان احنا نكون فعل. فهي دي شخصيه النادي الاهلي اللي كنا بنفتقدها. والتنوع الهجومي، ما فيش حاجه اسمها اقف اقابل الفرقه دي. اقول لك على حاجه، كابتن عماد النحاس لو هو مدير الفني للنادي الاهلي ضد صن داونز هنا في مصر، كان عماد النحاس عمل نتيجه خياليه مع النادي الاهلي. تخيل. هتقول لي يا عم صن داونز قوي، لا انا كنت محتاج اقابل صن داونز من قدام، ومحتاج العب كوره عليهم زي ما هم بيلعبوا كوره عليا. كانوا وقفوا لي، كنت جبت جون في الثاني في الثالث، كان هيقف. لان انت طبيعي لو واقف بتدافع هتلاقي الخصم اصلا لو اقل فرقه لو بتلعب الترسانه مع احترامي للترسانه وانت واقف بس بتدافع، هتلاقي الترسانه بيلعب بعرض الملعب واوفرات تصويبات وهكذا. فطبيعي وانت بتدافع كده هيدخل فيك جون. اضاف ايه كابتن عماد النحاس تاني للنادي الاهلي؟ عوده علي معلول ملك الحلول، اسرع ديليفر في مصر. علي معلول اللي خلاص كل الناس يئسوا خلاص، انا مش محتاجه فنيا، وانا حتى مع احترامي لمارسيل كولر ما فكرش في شخصيه علي معلول وما فكرش في اسم علي معلول اللي كنا بنحتاجه وقت ما كنا عايزينه. كنا بنحتاجه في اوقات كبيره واتصاب اصابه كبيره، فما فكرش وقال لا ده اسم علي معلول يسمح له ان هو يكون موجود. رجعه عماد النحاس. يدوب بس علي معلول يجهز نفسيا وبدنيا وذهنيا، وعلي معلول هيكون باك ليفت النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. بس يجهز الثلاث حاجات دول بس، نفسيا بدنيا ذهنيا. النفسيا عشان نفسيته تبقى مرتاحه والدنيا تبقى زي الفل ويرجع لفورمته. ذهنيا لياقه الماتشات، ذهنه يكون حاضر في لياقه الماتشات في الماتشات نفسها. وبدنيا طبعا اللياقه البدنيه، وهتلاقيه يرجعه. عمل ايه تاني عماد النحاس؟ عماد النحاس رجع لعيبه شبه كانت هتبطل كوره. اخر مره شفنا قفشه امتى؟ تخيل ان قفشه في مباراه صن داونز هو اللي غير نفسه. تخيل اول ما دخل جون في النادي الاهلي هو اللي راح لابس التيشيرت وراح قال لك غيرني ونزلني. عارف يعني ايه يعمل كده؟ لاعب واثق من امكانياته، لاعب واثق من قدراته، لاعب يدوب كان محتاج مدير فني يقول له يطلعه من القفص اللي فيه ويقول له ايه؟ براحتك، لك مطلق الحريه. شوف محمد مجدي قفشه امبارح عمل كام باص للامام، لكن قفشه مع مارسيل كولر في طريقه 4-2-4 او طريقه 4-3-3 مش موجود. لكن كابتن عماد النحاس قدر يخلق له المكان وقدر يخلق له المساحه وقدر يخلق له الفرصه اللي هو يعمل بيها كل حاجه. فهي دي النقطه اللي انا كنت مفتقدها، ان هو رجع لعيبه كتيره كانت هتبطل كوره. ولو رضا سليم موجود كان برضو كابتن عماد النحاس رجعه. من امتى بنشوف وسام ابو علي لما بيتغير بيتكلم عن المدير الفني؟ من امتى؟ مرتين وسام ابو علي هدف فيهم ويطلع بيتكلم معاه ويدردش معاه وبيقول وبيعيد. رجع هيبه وسام ابو علي تاني. فعماد النحاس اضاف كتير للنادي الاهلي. طبعا انت مستني اقول لك عن المفاجاه اللي انا هتكلم فيها. طبعا كابتن عماد النحاس، طبعا في ناس كتير بتقول طب وليه ما ياخدش فرصته ومعاه السكواد الكويس؟ ليه ما ياخدش فرصته؟ اولا بمجرد ما ينضم لك تريزيجيه، وبمجرد ما ينضم لك زيزو، ومجرد ما ينضم لك محمد علي بن رمضان، هيبقى عندك نجوم. فانا محتاج مدرب شخصيه قبل ما يكون عماد النحاس. بمعنى كابتن عماد النحاس شخصيه، ولكن انا بتكلم ان لما يكون في مدرب اجنبي هتلاقي الملعب في التمرين والله انت قدامك الملعب اهو، قادر تأدي اهلا وسهلا بيك، هتكون موجود معاه في الماتشات. مش قادر مع السلامه، اقعد بره ال 18. فكابتن عماد النحاس كون ان هو يكون مساعد ففنيا اعلى من كابتن سامي قمصان، فنيا اعلى وهيفيدك وهيبقى اضافه ليك. فانا محتاج كابتن عماد النحاس كمساعد، لكن مدير فني هي دي المفاجاه اللي الناس مفكره ان هو ممكن يكمل.
دي هتبقى صعبه، لان انا زي ما قلت لحضرتك المدير الفني الاجنبي هو اللي هيقدر يحدد النجوم ويقدر يوصل للنجوم ان انتم قدامكم الملعب التمرين، اديته اهلا وسهلا، ما اديتش يبقى مش هيبقى لك فرصه معايا. فكابتن عماد النحاس هيقدر يطور في اللعيبه ويبقى قريب من اللعيبه ويقدر يوصل فكره للعيبه في ماتشات كتيره مع المدير الفني الاجنبي. فكون ان كابتن عماد النحاس يكمل، فكابتن عماد النحاس مش مكمل يا جماعه كمدير فني لحد ما النادي الاهلي ما يتعاقد مع مدير فني. فهي دي توابع فوز النادي الاهلي على حرس حدود وشخصيه كابتن عماد النحاس وشخصيه النادي الاهلي اللي رجعت تاني. شوف احنا عملنا هجوم قد ايه امبارح، شوف احنا صوبنا كام تصويبه امبارح، شوف الهجوم كان من العمق قد ايه، شوف الهجوم كان من على الاطراف كان قد ايه. فان شاء الله كل خير للنادي الاهلي باذن الله، واللي جاي احسن للنادي الاهلي ان شاء الله. عايش النادي الاهلي دايما بجمهوره، والنادي الاهلي دايما فوق الجميع. السلام عليكم.